اوكي، يمكن انا اترددت كتير قبل ما اخد قرار اني اتكلم عن الفيلم ده، لاني عارف ان الجرأة اللي بيقدم بيها رسالته شويتين زيادة. الفيديو دوت ابدا مش محاولة لان اخلي اي حد يشوفه، لانك لو اخدت قرار انك تشوف الفيلم فلازم تعرف ان كلمة مش مناسب للعيلة قليلة قوي عليه. لكن في حالة انك شفت الفيلم وحاولت تتفهم دواعي جرأته، يمكن تتفهمني لما اقول ان بعد ما شفت الفيلم دوت مرتين يستحق مكانة افضل افلام سنة 2023، متفوق حتى على اوبنهايمر اللي هو اصلا احد اهم الافلام اللي اتعملت في اخر 10 سنين. الهدف الاساسي من الفيديو ده هو اني عايز اتكلم عن الفيلم لاني شايفه تحفه فنيه، والسبب الوحيد اللي بيخليني اصلا اعمل فيديوهات اني ببقى عايز اخرج الطاقه اللي جوايا في الكلام عن الافلام الحلوه اللي بشوفها. فاهلا بيكم. اولا انا محمود، وفي الفيديو دوت هتكلم عن تحفه المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس وثينكس. الفيلم ببساطة عن سيدة حامل قررت انها تنتحر، وبالصدفة بيتواجد طبيب غريب الاطوار بيلاقي الجثة اللي بيصادف ان لسه فيها الروح والطفل لسه عايش، فبيقرر الطبيب انه ينقذ الام من خلال استبدال مخها بمخ الطفل اللي في بطنها. ومن هنا بتتولد بطلتنا بيلا باكستر، وبننطلق معاها في رحلة لاستكشاف نفسها واستكشاف العالم حواليها من خلال سفرها بين 4 مدن مختلفة بتبدأ بلندن وبتنتهي بيها. حقيقي انا مش عارف ابدا كلام عن الفيلم ده منين. ده من نوعيه الافلام اللي لما تيجي تركز في اي تفصيله من تفاصيله هتلاقي كلام تقوله، وكل الكلام ده هيتراوح ما بين الذهول من الاتقان والابهار وبين الاحساس باني ظالم الفيلم شويه، او يمكن ظالم نفسي لاني حاسس اني محتاج استمتع اكتر بالكمال الموجود في تفاصيله. ومع كل مشهد من مشاهد الفيلم هتعرف ان مشاهده واحده ابدا مش كفايه علشان تحس بالشبع من عناصر الفيلم ده. عارف احساس الكمال في كل العناصر الفنيه في الفيلم لدرجه انك لو ركزت مع حاجه هتلاقي نفسك بتفوت حاجه تانية في نفس عظمه الحاجه الاولى. لو ركزت مثلا مع التمثيل هتلاقي نفسك مفوت تجربه بصريه مذهله. لو ركزت مع التصوير هتلاقي نفسك مهمل تجربه موسيقيه عظيمه. لو ركزت مع الشخصيات هتلاقي نفسك مفوت شعريه وفلسفيه الحوارات، وهكذا بقى. لكن افضل حاجه ابدا الكلام عنها هو شخص اسمه يورجوس لانثيموس. ولو انت شخص بتحب الافلام وما تعرفش مين هو لانثيموس فانت مفوت على نفسك متعه كبيره جدا. اتفقنا او اختلفنا على افلامه فما نقدرش نختلف على انه مخرج شاطر، وهو واحد من القليلين بالنسبه لي اللي قادر يخرجني من حاله نمطيه وتكرار الافلام. لان حتى لو صادف ان فيلم من افلامه بفكره مكرره بتلاقي تقديمها مختلف وبيوريك منظور تاني ليها. لو هرتب قائمه بافضل المخرجين بالنسبه لي لانثيموس هيكون في التوب 3 مثلا. انا بحب شغل الراجل دوت من زمان، بحب قدرته على انه يوصل رسائله الفلسفيه المعقده في قالب سهل وقصه تعرف تمشي معاها، وبحب الاسئله الكتير اللي بيسيبك معاها في نهايه كل فيلم. هتلاقي في اسلوب لانثيموس كده ميل الوصول لاقصى درجات المبالغه في عرض قصته علشان يوصل رسالته، وده يمكن ظاهر في كل افلامه من اول ذا فيفوريت علشان يظهر تجبر السلطه واثرها على الناس، وقبل كده بدوكتوس علشان يظهر المدى اللي ممكن يوصله البني ادم في حمايه احبائه، والمدى اللي ممكن يوصله الناس في الوصول للحريه، دخولا لذا لوبستر علشان يظهر مدى تعقيد القواعد اللي بنحطها كبشر لتحديد العلاقات ما بيننا، نهايه بذا كيلينج اوف ساكريد دير علشان يظهر مفاهيم زي العداله والثواب والعقاب، وهنا كمان في بور ثينجز مش استثناء علشان يظهر مدى تعقيد حياتنا كبشر وازاي احنا نتاج للتجارب اللي بنمر بيها والناس اللي بنتعايش معاها. من اول لحظه في الفيلم لقيت نفسي مشدود للتجربه البصريه العبقريه اللي بيقدمها لانثيموس. مشدود ديت يمكن كلمه بسيطه، ممكن اقول مسحور، لان الطريقه اللي هتركز بيها مع الصور في الفيلم كأن حد رمى عليك تعويذه سحريه بتخليك قاعد منبهر بعظمه الصوره والالوان. تجربه بصريه مش بس معتمده على زوايا الكاميرا المبتكره اللي بتخليك مجبر انك تركز بانبهار لتكوين الصوره، اللي بيحسسك انك عايز توقف كل مشهد علشان تركز في تفاصيله. تفاصيل من كتر ما هي كتيره ومعقده لقيت نفسي بسأل هو ازاي المشهد دوت عدى في ثواني كده، ازاي حد يقدر يكون الصوره بالتفاصيل المعقده ديت وما يركزش عليها اطول فتره ممكنه. ومع انتقالي للمشهد اللي بعده بلاقي نفسي منبهر اكتر. وحقيقي تفاصيل تكوين الصوره بتاعه الفيلم اعجازيه، دايما هتلاقي عناصر موجوده في الصوره علشان توضح لك حاجه في المشهد اللي بيحصل قدامنا. ده غير استخدام زوايا الكاميرا اللي بتخليك على طول محاصر في دور المراقب للاحداث من بعيد، لان في النهايه بطولتنا عباره عن تجربه علميه وانت كمشاهد بتستكشف التجربه ديت وتصرفاتها وتفاعلاتها مع المجتمع. وبعدين تسمح لعقلك شويه انه يتشتت عن تكوين الصور وزوايا الكاميرا، فتلاقي نفسك قدام تفاصيل العالم والديكور والالوان اللي بتكون العصر اللي احنا فيه، واللي المفروض انها شبه تفاصيل العصر الفيكتوري بازيائه المبهرجه والوانه، لكنها ابعد ما يكون عن الصوره المعروفه للعصر الفيكتوري، واقرب ما يكون لشخص جسد المعنى الحرفي لكلمه عالم خيالي
مع اضافه لمسه سوداويه عليه. الابهار في انك هتحس باصاله العالم ده، وانه شكل من اشكال المستقبل مش الماضي، وكلمه خيالي هتلاقيها ظاهره جدا في شكل السماء المختلف او تفاصيل مواقع التصوير الكتيره وهكذا. وبعدين نكمل لتفاصيل ازياء ومكياج الممثلين اللي كل واحد منهم كانه لابس لبس بيدل على شخصيته بالظبط، وكل الشخصيات في جهه وشخصيه بيلا بازيائها من جهه تانية. ازياء مع تطورها هتشوف تطور الشخصيه، وهتشوف الصراع اللي هي موجوده فيه لادراك العالم المحيط بيها. وبعد كده تخرج من ده لموسيقى الفيلم ومؤثراته الصوتيه اللي كل نغمه فيها بتعبر عن احساس معين او حدث معين. في المشاهده الثانيه انبهرت من انه كل حاله بتمر بيها بيلا على مدار استكشافها للعالم بيتم التعبير عنها بمقطوعه موسيقيه معينه. ببساطه كأن كل جوانب الفيلم الفنيه بتغني مع بعض في انسجام مبهر علشان يوصل لك التجربه كامله. في حاجات مش بيقولها الحوار هتلاقي الكاميرا بتقولها او الموسيقى او الازياء، ومش قصدي بالكلام ده ان الفيلم صعب في المتابعه، لا، كل ده ظاهر قدامك بشكل صارخ قوي بيقولك انا اهوت وخد بالك مني. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. تسيب ده كله بقى وتلاقي نفسك قدام إيما ستون، اللي حقيقي في المشاهدة الأولى كل اللي أنا قلته ده هيبقى مطفي قدام أدائها. ستون قدمت أفضل أداء في مسيرتها هنا، وهيبقى ظلم واضح جدا لو مش هي اللي هتاخد الأوسكار السنة دي، لأنها قدمت أداء ملوش منافس تقريبا. أداء أجبرني إن أركز معاها في كل مشهد من مشاهد الفيلم، مع كل تعبير وشها المميزة ولمعان عينيها اللي لوحدها بتحكي مشاعر صعب تجسيدها، لأدائها الحركي وقدرتها لخلق هوية للشخصية. هنا خلينا شوية نتكلم عن شخصية بيلا. زي ما قلت دايما كان بيعجبني في افلام لانسموس انه بيوصل بقصصه كلها لاقصى مراحل المبالغه علشان يوصل رسالته، وهنا ابدا مش استثناء. هنا في امراه بالغه بعقل طفل بتستكشف الحياه بكل تفاصيلها المعقده، لكن نظرتها للحياه دي نوعا ما متوحشه، ما بيحكمهاش اي قوانين او حدود، نظره مجرده من كل شوائب ممكن تحدها. ده بيخليك قادر تحكم بموضوعيه جدا على كتير مشاعر مختلفه، بين الاحساس بالسعاده والرغبه في الحريه واختبار السجن باشكال مختلفه، معاني اليأس والصدمة والتطلع للمعرفة وإحساس الحب، وكمان رسم حدوده والوقوع في معنى الشهوة واستكشافها بدون أي حد أخلاقي، لأنه ببساطة نظرة بطلتنا ليها مجردة من الحدود اللي بيرسمها المجتمع. شخصية بيلا أعتقد في كل مرة هرجع فيها للفيلم هستكشف فيها تفاصيل جديدة، لكن بيستوقفني جدا كلام جودوين ليها لما قال لها إنها مش اختراع من اختراعاته، وإنما هي شكلت نفسها بتساؤلاتها الكتير. وبرجع افتكر رحلتها اللي شكلت معالم شخصيتها، الرحلة المليانة باستكشاف كتير من المعاني والمشاعر المختلفة المتدرجة بين السعادة والحزن، بين اليأس والأمل، الرحلة اللي اختبرت فيها جمال الموسيقى وقسوة المجاعات والحروب. بفكر قد ايه احنا كبشر كائنات معقدة جدا، ونتاج لرحلة عدينا من خلالها في الحياة شكلت شخصياتنا، كأننا لغز بنعيش طول حياتنا نستكشف جوانبه، ووقت ما بنعرف الحل بتكون دي النهاية. التطور في شخصية بيلا حقيقي إعجازي، ويمكن من أجمل مشاهد الفيلم هي دخولها في الصراع بينها وبين ذاتها القديمة، وجرأتها على الاعتراف بأنها شخصية جديدة، وده في حد ذاته شيء في غاية الصعوبة. أعتقد إنه من الصعب علينا إحنا كبشر تقبل التغيير، خصوصا لما التغيير ده يكون مرتبط بصفات معينة فينا، ومع الوقت والتجارب أعتقد بيبقى الإنسان في قمة حزنه لو اختفت صفاته ديت لدرجة الإنكار. لكن من الجرأة والشجاعة إن احنا نتقبل التغيير ده ونعترف إنه مبدأ وقانون من قوانين حياتنا. بيلا على مدار الفيلم بتقابل شخصيات بتبني فيها حاجة، شخصيات على تفاوت نواياها وأشكالها، كل شخصية منهم لوحدها عايزة فيلم، وبطريقة ما مش هتحس بأي نقص في تقديمهم في الفيلم ده. وخلينا نتكلم عن أهم الشخصيات الموجودين في الفيلم. My son, for it is a happy tale. I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress. عندنا طبعا شخصية جودوين باكستر، الطبيب المجنون اللي عمل العملية دي، واللي بالنسبة لي هو الشخصية الأفضل بعد بيلا في الفيلم. شخصية معقدة بيواجه صراع بين رغبته في التميز ومشاعر الأبوة اللي بتظهر فجأة عنده، ويزيد إدراكك لمعاناته لما تعرف تفاصيل ماضيه مع أبوه ومدى تعقيد العلاقة بينهم. والعظيم ويليام دافو بيتجبر في تجسيد الشخصية. أو حتى مارك رافالو اللي دي أول مرة أشوفه في دور زي ده. دايما رافالو مرتبط في دماغي بالشخص الطيب الذكي المحترم، هنا دور تاني تماما. دانكن وودربورن هو الشخص المتكبر المغرور اللي بيستغل بطلتنا وبيحاول يلعب بيها، لكن في الطريق لده بيلاقي نفسه هو اللي عايز يتملكها، وبالتالي بيدخل في صراع بين شخصيته اللي حاول طول حياته يرسمها وبين إحساس بيختبره لأول مرة. ورافالو بيبدع في تجسيد الشخصية ديت، خصوصا ان جزء كبير من كوميديا الفيلم جايه من خلاله. ولا الممثله كاثرين هانتر اللي فرحت قوي اني شفتها، لاني كنت شفتها قبل كده في فيلم ذا تراجيدي اوف ماكبيث وحبيت تمثيلها جدا، وبعدين اتفاجئت بوجودها في الفيلم ده وبادائها الملفت جدا للنظر وبشخصيتها المعقده. او حتى هاري، الشخصيه اللي مش بنعرف عنها كتير
لكن كانت هي اللي دخلت المنظور السوداوي على تفكير بطلتنا بيلا، مع تعقيد خوفه من مواجهة العالم وقراره بانه يحبس نفسه وراء امان التشاؤم من كل ما يمثله البشر. وخد بقى من ده كتير على مدار الفيلم اللي تفاصيله مرسومة بعناية واتقان ملهمش مثيل. كل شخصية زي ما كانت بتحاول تحبس بيلا في قفص بطريقة ما، فهي كمان كانت بتساهم في تطورها، علشان على مدار رحلتها اللي بدأت من لندن وانتهت فيها تكون رحلة غنية بالتفاصيل للدرجة اللي تخليك تشوف بيلا تانية راجعة لندن غير اللي خرجت منها. في الآخر هتلاقي نفسك قدام تحفة فنية من رسم المبدع يورجوس لانثيموس، اللي قادر فيما يقارب الساعتين انه يحط منظوره للحياة بكل تعقيداتها وتفاصيلها، ويخليك خارج منبهر بأفكاره المعقدة وأسئلة كتير هتقعد تفكر فيها الأيام وأيام. تاني، أنا عارف إن الفيلم ده مش لكل الناس، ومتفهم جدا أي حد مش هيحبه لأي سبب من الأسباب، والأسباب اللي ممكن تمنعك إنك تشوفه كتيرة. لكن الفيديو دوت كان محاولة لإن أشارك الحماس اللي عندي بعد ما شفت الفيلم مرتين، ومستني بشغف الوقت المناسب علشان أشوفه للمرة التالتة. وعلى قرب كل أفلام لانثيموس لقلبي، ده هيبقى الأفضل والأكثر نضجا في كل أفلامه. وعلى تميز أفلام سنة 2023 أنا مقتنع إن الفيلم دوت هو الأفضل، وتقييم الفيلم بور ثينجز هو 10 من 10. وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. أتمنى تكونوا استمتعتوا، وشاركوني برأيكم عن الفيلم لو شفتوه، وقولوا لي إيه أفضل أفلام لانثيموس بالنسبة لكم. وأكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للأفلام اللي بشوفها. الروابط كلها تحت الفيديو. أنا محمود، سلام.